الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من 30 دقيقه زمالك. في البدايه بس عايزين نعتذر لكم عن فتره غيابنا الفتره اللي فاتت دي، بس والله كانت ظروف غصب عننا، بس اكيد وحشتونا جدا جدا. رجعنا لكم تاني وان شاء الله مش هيكون في فتره غياب يعني، وتعذرونا لو في اي حاجه. وحشتنا اتصالاتكم ورسائلكم، ان شاء الله معانا طول الحلقه يعني. مصطفى مساء الخير. مساء الخير يا ليا، ومساء الخير على كل الزملكاوية. طبعا وحشتوني جدا الفترة اللي فاتت دي. غبنا عنكم تقريبا من يوم العيد تقريبا، يوم الوقفة لحد النهاردة. كان عندنا شوية بس ظروف ومشاكل كده، والحمد لله عدت على خير، ورجعنا لكم تاني بقى بشكل جديد. وكنا الفترة اللي فاتت بنتكلم عن منتخب مصر، دلوقتي بقى نبدأ نتكلم عن الزمالك من تاني. الأول بس عايزين ننسى فترة هنري مشيل دي خالص بحلوها وبمرها، خلاص خلصنا منها. عايزين نشوفها دلوقتي في فترة العميد اللي خلى الزمالك جديد في جديد يعني. بالتأكيد يا مصطفى، خلاص يعني فترة هنا ميشيل خلاص انتهت وقفلنا الصفحة دي. دلوقتي معانا حسام حسن، بتهيألي حد كان كلنا بنحلم ان هو يجي يدرب الزمالك. يعني الحمد لله ان هو جه، شفنا لمسنا طبعا اكيد روح، بس لسه بدري على ما نقول الزمالك رجع او بس هو ان شاء الله عندنا امل ان حسام هيرجع الزمالك من جديد. يعني في شكل جديد، حسام بيتعامل مع اللعيبه، بيعرف ازاي يتعامل معاهم كويس فنيا ونفسيا وكل حاجه. فحسام بالنسبه لهم مدرب واخ وصديق في الملعب، مش مدرب عليهم يعني. فطبعا اللعيبه مبسوطه جدا يعني. في مكاسب كتير قوي يا مصطفى، يعني سواء كنا خسرنا مع الحدود او تعادلنا مع الاهلي او كسبنا النهارده المصري في الثلاث ماتشات دول، مع اختلاف النتائج كان وصلنا لمكاسب كتير قوي قوي مع حسام حسن. الزمالك ما كانش بينقصه حاجة يعني، هو الزمالك فيه لعيبة الخبرة الدولية عندها كفاية، والخبرة المحلية عندها كفاية، واللعيبة كلها لعبت منتخبات، سواء ناشئين أولمبي شباب منتخبات أول. جاي عندنا لعيبة محترفة شاركت في الدوري الإنجليزي زي عمرو وميدو. عندنا لعيبة شباب اللي هيقول لك هم اللي هيبقوا أمل النادي الفترة اللي جاية. يعني الفرقة متكاملة من جميع النواحي، يعني كان ينقصها بس الروح، واحنا جبنا لهم اللي خلق الروح كلها في الكرة المصرية، حسام حسن. وفعلا أول ما حسام جه اللعيبة ما اتغيرتش، هي نفس اللعيبة يعني، ما حصلش فيهم تغيير، ما ضفناش لعيب ولا شلنا لعيب، بس احنا ضفنا لهم روح اللي هي ما كانتش موجودة عندهم. حسام حسن ضاف لهم غيرة، حسام حسن ضاف لهم حماس زيادة، هو اللي خلاه يأدي كده بشكل كويس قدام الحرس، وخليه يلعب يبقى ند قوة قدام الأهلي بما إنه متصدر الدوري، وخليه يكسب النهارده بالمصري بأداء ممتع يعني الصراحة. بالتأكيد يا مصطفى، عايزين بس نتكلم قبل ما ندخل كتير في الموضوع، عايزين نتكلم في أهم حاجة. عايزين نعرف النهارده رأي الناس في الفرحة اللي حصلت بعد التعادل مع الأهلي. مش هقول بقى النهارده كمان بعد الفوز المصري، طب احنا كسبنا النهارده المصري 3 فكويس جدا، بس يعني كانت بالتحديد كان في فرحة جامدة قوي بعد ما تعادلنا مع الأهلي. مش عايزين ننسى ان الاهلي متصدر الدوري، الاهلي يعني مفيش حد قادر يوقفه لحد دلوقتي، ولكن رغم كده كان الاهلي بيلعب قصادنا، وكان ناقص يعني من اهم الثلاث عناصر اللي في الاهلي لما بيغيبوا عنه بيبدا الاهلي بيكون فيه خطوره قوي. كان ناقصه بركات وابو تريكه ومتعب، وكمان اينو في نص الملعب. بس يعني ما كانش برضه مطالب، حتى لو كانوا دول موجودين وكنا تعادلنا ما كنتش اتمنى اشوف فرحه جامده. احنا الزمالك احنا مش بنشجع نادي في انديه من النص مثلا، من نص الجدول او حاجه، ده نادي ليك، ده كيان يعني كيان كبير. فعشان ما ينفعش يعني شكلنا وحش ان احنا نفرح قوي كده. ايه لازمه الفرحه؟ اوكي نفرح طبعا، ما احنا لازم نفرح ان في روح جديده رجعت، بس مش عايزين نفرح لدرجه الفرحه اللي تدينا امل كبير قوي. الفرحه دي لسه يعني فتره طويله، يعني لسه قدامنا كتير قوي على ما نبدا بجد نقول ان احنا خلاص دلوقتي من حقنا ان احنا نفرح بجد. انا اللي ضايقني النهارده الناس اللي بتتصل وبتبارك لي مبروك الزمالك كسب، يعني وحشه قوي يعني. الناس تيجي تفكر فيها الزمالك بتاريخه وبعراقته وبطولاته وبانجازاته، لما يبقى كسبان المصري يفرح. صح، يعني دي ضايقتني قوي يعني. لا فعلا ما كانش حاجه تنفع يعني. انا كان عجبني ياسر ايوب في مقال ليه كان كاتبه عن حسام حسن، وكان بيتكلم عن حسام ان هو شايف ان هو فعلا كان الاصلح للزمالك، بس كان كاتب يعني بيقول يا جماعه سيبوا العميد يشتغل، وبلاش تفرحوا كده مع كل ماتش، يعني اذا كنتوا كسبتوا او تعادلتوا او اي حاجه بلاش الفرحه الجامده دي قوي،
علشان خاطر عايزين حسام يرجع ويركز. مش عايزين يعني ما تدوس للعيبه ان انتوا خلاص وثقتوا فيهم وان اللعيبه كده وصلت للدرجه اللي انتوا عايزينها، عشان ما تقعش تاني، عشان ما نبقاش سبب في ان احنا نهد الناس. عايزين حسام فعلا يشتغل. كمان كان في عبد المنعم فهمي كان كاتب في الاهرام برضو، كان بيقولك افراح التعادل مع الاهلي وهل اصبح الزمالك من انديه الوسط. هو فعلا عنده حق. ما دلوقتي احنا خلينا كل الاعلام بقى يتكلم يقولك الزمالك الجمهور فرحان جدا. وفرحان ليه؟ ايه تعادلتوا مع الاهلي؟ وايه يعني تعادلنا مع الاهلي؟ يعني مش عايزين يعني ايه تعادلنا مع الاهلي وايه كسبنا المصري النهارده؟ يعني احنا برضو الزمالك لسه برضو زي ما احنا، يعني فما ينفعش ان احنا كجمهور نفرح بالشكل ده. فعلا عندك حق. المفروض ان احنا ما نفرحش بالشكل ده وما نتبادلش في الفرحة قوي، لان الموضوع مش يستاهل ده كله. احنا برضه فرقة كبيرة وفرقة عريقة وفرقة ليها تاريخها. مش احنا الفرقة اللي احنا نفرح عشان كسبنا ماتش او تعادلنا مع فرقة كبيرة. مش احنا اكبر من كده بكتير، وجمهورنا اكبر من كده بكتير. وان كان يعني الناس فرحانة فده يعني من عشم زي ما بيقولوا. يعني خلاص بقى اللي هو جه فرح بعد بقى له 6 ماتشات ما بيكسبش، ولما كسب بقى ولا تعادل مع الاهلي خلاص بقى الناس فرحانه. احنا ممكن نفرح للاداء، ممكن نفرح للتغيير، ممكن نفرح للشكل الجديد اللي الزمالك ظهر بيه، انما نفرح ان احنا كسبنا او نفرح ان احنا تعادلنا فدي بتقلل من قيمتنا احنا، ما بتقللش من قيمه حد تاني. كده مصطفى هنستنى طبعا رأي الناس في الموضوع ده. خلينا بقى نتكلم النهارده عن ماتش المصري، ان احنا النهارده في المصري، يعني لسه مخلصين الماتش من كام ساعه. الماتش النتيجه طبعا جميله جدا، وكان ممكن تبقى اعلى من كده بكتير، بس طبعا ميدو لسه عايز يجيب جون، فالنقطه دي مخليه مش قادر يجيب الجون ده. بس بجد الاداء كان حلو. انت ايه رايك النهارده في الاداء؟ انا قبل ما اتكلم عن الزمالك وقبل ما اتكلم عن الاداء وعن ميدو وعن اللعيبه، انا اتكلم عن حسام حسن. حسام حسن في 10 ايام قدر يخلي الزمالك شكل. حسام حسن في 10 ايام قدر يخلي الزمالك اسلوب في اللعب، قدر يخليه مستوعب بطريقه 4-4-2 اللي هنا رمشين عمل لها معسكر في الامارات وما عرفش يعمل حاجه. حسام حسن خلال 10 ايام قدر يخلي الناس تستوعب 4-4-2 بشكل جيد. حسام حسن بسيطرته وقبضته على الفرقه قدر ان هو يخلي هاني سعيد يقعد على الخط ومن غير ما هاني يعترض. قدر يخلي المرغاني واحمد عبد الرؤوف يطلعوا بره القائمه المباراتين متتاليتين وما حدش فيهم يتكلم. قدر ان هو يثبت تشكيل، اعاد اكتشاف لعيبه احنا ما كناش واخدين بالنا منها زي ابراهيم صلاح. اللي اعاد اكتشافه هو حسام حسن. زي اديكو سبحان مغير الاحوال، شوفوا كان مع ميشيل عامل ازاي وشوف مع حسام حسن عامل ازاي. النهارده اديكو حط واحده فوق العارضه وضيع جونين. وماتش الاهلي حط واحده لميدو جامده جدا يعني ظهر مستواه طبعا. ده يعني هو مش اللعيب اللي ليه اسم الزمالك دي احنا متفقين عليه، بس انه يتطور اداؤه من 10 ايام من ساعه ما حسام حسن تولى المسؤوليه، وان هو يطلع في الصحافه يقول لك انا انتظروني مع حسام حسن، فهو فعلا بيزيد يوم عن يوم. يعني نفس الحكايه اللعيبه اللي كانت مكسله واللعيبه اللي ما كانتش بتأدي خالص زي محمود فتح الله وزي ميدو. شوف دلوقتي ميدو بيعمل ازاي. ميدو معدل الجري بتاعه ان لسه حد يقيس له معدلات الجري بتاعته. بيدافع ازاي وبيهاجم ازاي. بيدافع وبيهاجم وفي جميع المراكز بتلاقي ميدو. يعني كمان شوفي بعد الجون الاولاني بتاع حازم امام اللعيبه كلها جريت على حسام حسن. شوفي ميدو بيقول اللعيبه تعالوا على حساب. هي دي اللي كانت ناقصه للزمالك، ان هم يحبوا المدرب بتاعهم والمدرب يديهم الثقه ويديهم الحماس ويديهم الباور عشان يبقوا موجودين في الملعب باستمرار. يعني كمان اللعيبه اللي كانت بتبقى عامله مشاكل زي شيكابالا ما بنسمعش خالص صوت في اي، يعني مش سامعين فعلا صوت شيكابالا. بنشوف روح جميله قوي. يعني هو حسام حسن فعلا قدر ان هو يلم كل الحاجات دي، جمع الفريق، مش سامعين صوت. خلاص بقى فعلا مش زي الاول كنا كل يوم نسمع حاجه في التدريب حصلت حد ما جاش، مفيش نظام، مفيش روح، مفيش، لازم كان